عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا كما كتشوفوا معايا شهيوة جديدة معكم اللي هي المخ. حنا كنقولوا ليه مالح ولكن هو معروف بالمخ ديال البقري. كما كتشوفوه معايا غادي نطيبو بالطريقه ديالي. هنا كندير الماء يغلي، ملي كيغلي ليا الماء كنزيد فيه المخ ديالي كما كتشوفوا معايا في الصوره باش يكون ساهل في التنقيه. من بعد ما طاب المخ ديالي نص طيبه بطبيعه الحال كنحاول نحيد ليه دوك الشعيرات الدمويه. وهنا ملي نقيت المخ ديالي مزيان ما بقاوش فيه دوك الشعيرات كما كتشوفوا معايا في الصوره. هنا غادي نمشي باش نضيف ليه العطريه. هنا كنبدا بالزيت البلديه بطبيعه الحال. انا راه كنصب بالزيت البلديه بزاف. هنا الزيت البلديه وكنزيد هنا شويه د الخرقوم البلدي تقريبا ملعقه كبيره، وكنزيد نصف ملعقه تاع الابزار، وكنزيد نصف ملعقه تاع الكمون كما كتشوفوا معايا في الصوره. ومن بعد كنزيد ملعقه صغيره ديال الفلفل السوداني اي التحميره كما كتشوفوا معايا. وهنا كندير تقريبا 2 قباصي ديال الملح ما كنكثروش مزيان. وما نسيتش بطبيعه الحال ملعقه صغيره ديال السكنجبير و2 فصوصه ديال الثومه مقطعين قطع رقيقه. ومن بعد كنضيف قزبور، شويه ديال القزبور المعنز مقطع والحامض المصير. داكشي علاش ما كنديروش الملحه بالزايد حيت كنديروا الحامض. وهنا خليت المخ ديالي باش يطيب ليا ويتقلى ليا مزيان كما كتشوفوا معايا في الصوره من بعد ما درت ليه العطريه كامله. وهنا رجعت معكم ملي طاب وكنقدم لكم وكنقول لكم بالصحه والراحه. المهم صراحه جربوه بهذه الطريقه كيجي خطير بدون طماطم. كاين اللي كيديروه بالصوص ديال المطيشه ولكن انا كنفضلو بدون بصل بدون طماطم غير بهذه الطريقه اللي وريتكم معايا. صراحه كيجي لذيذ ولذيذ بزاف وما تشبعيش منه بهذه الطريقه. جربي معايا هذا المخ هذا بالطريقه اللي درت واكيد غادي ينال الاعجاب ديالكم. وشكرا الى الشهيوه المقبله ان شاء الله.